صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يسعدني ويشرفني أن أكون قد أشرفت على الختمة المرتلة لابن الكريم الشيخ عبد الكبير الأفغاني. وحقيقة أسعدتني قراءته، وكانت قراءة متقنة ومجودة محسنة. والذي أثلج صدري أنه هو القارئ الأول بالنسبة لقراء أفغانستان الذين قاموا بتسجيل القرآن كاملا مرتلا بصوته، ويعد يعني بهذه الصورة هو أول من يسمع أهل أفغانستان القراءة المرتلة بهذه الصورة الجميلة الجيدة التي إذا ما استمع إليها أي مسلم يسعد وينشرح صدره. والحمد لله قد أجازت لجنة المراجعة المصحف بالأزهر هذه الختمة بعد الاستماع إليها والتأكد من سلامتها وإتقانها وضبطها. فأسأل الله تعالى أن تكون فاتحة خير لابننا الكريم الشيخ عبد الكريم، والله أسأل أن يوفقه في حياته ويجعله إن شاء الله فاتحة خير لبلاده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحیم. جای بسا خوشحالی و خرسندی است که این ختم قرآن عظیم الشأن که به شیوه ترتیل با صدای پسر عزیزم شیخ عبدالکبیر الحیدری الافغانی تحت نظر خودم ثبت کردید و در حقیقت قرائت ایشان مورد پسندم قرار گرفت و قرائت با اتقان و تحکم و قرائتی که قلب مرا فراخ ساخت و به تایید من ایشان اولین قاری افغانی هستند که ثبت کامل 30 جز قرآن کریم به شیوه جدید و زیبای ترتیل را اقدام کردند. برای اولین بار است که مردم مسلمان افغانستان به این روش زیبا قرآن عظیم و شأن را میشنوند و هر مسلمانی که به این قرائت گوش دهد قلبش باز خواهد شد. الحمدلله که بعد از تایید و تأکد اساتید بزرگ الازهر شریف اجازه ثبت، نشر و پخش آن در سطح بین المللی صادر گردید و از خداوند تبارک و تعالی برای پسر عزیزم شیخ عبدالکبیر الحیدری الافغانی و به تمام ملت مسلمان افغانستان توفیقات مزید استدعا دارد.